ملخص فيلم رهبة ورا مصنع الكراسي بطولة الفنان أحمد الفيشاوي. بيبدأ فيلمنا بالبطل سيد رهبة اللي بيوصل بعربيته لمكان مهجور وبيلاقي العصابة دي. بيطلب منهم ولاعة بس بيحاصروه وبيضربوا عليه نار، وعلى طريقة أفلام هوليود بيتفادى ضرب النار في مشهد أقرب للكوميدي مش للأكشن خالص. بعد كده في طلقة بتيجي في العربية بتاعته فبيتعصب وبيجيب السلاح من العربية بيضرب عليهم نار برضه في مشهد كوميدي وخيال علمي أو ميمز على الأفلام الأكشن وبيتريق على الأفلام دي. بعد كده بيجي القانون رقم 1: اوعى تزعل سيد رهبة. بعد كده بيبدأ الفيلم وبنلاقي سيد رهبة بيتكلم مع معاناته مع عم جمعة، وبيطلع عم جمعة ده بواب دار أيتام لسه بتتبني، وسيد رهبة بيروح هناك يسرقهم ويسرق الحديد والأسمنت. وبيجي القانون رقم 2: انك ما تناقش ولا تجادل سيد رهبة. بعد كده بياخد صندوق التبرعات وبيمشي. بعد كده بنتعرف على شخصية محمد لطفي وانه تاجر مخدرات اسمه المعلم حوت، وبيسأل اللي شغال معاه عن اخبار الشغل فبيقول له انهم مش عارفين يبيعوا حاجة عشان سيد رهبة. بعدها بيدخل راجل من رجالته وبيقول لهم ان رجالتهم انضربت من سيد رهبة علشان كانت بتبيع في المنطقة بتاعته، ورجالة سيد رهبة ضربتهم. بعدها بيجي القانون رقم 3: ان محدش يبيع في منطقة سيد رهبة. بنلاقي سيد رهبة في المشهد اللي بعده نايم واخته بتدخل عشان تصحيه، بس بيصحى بسرعة وبيضربها فبتقوله انها اخته وكده فبيسيبها. بنعرف بعد كده القانون رقم 4: انك اوعى تصحي سيد رهبة. بنتعرف على شخصية جديدة في الفيلم هو مدير القناة، بتنادي عليه صحفية كانت مقدمة في شركته بس اترفضت. بتتكلم معاه بتقوله انه يشغلها صحفية عنده، بس بيقولها انهم قناة بتشغل قرايبهم بس، والبادي جاردز بيطلعوا بره. بيدخل الأوضة بيلاقي الصحفيين اللي عنده مضروبين فبيسأل هم مالهم، فالسكرتيرة بتقوله انهم كانوا بيعملوا لقاء مع سيد رهبة بس ضربهم واخد منهم الكاميرات. بيقعد سيد رهبة مع اخته وبيقول لها انه عاوزها تتجوز وتنصب على اللي هتتجوزه ده، بس بتقوله انه محدش بيرضى يتقدم لها عشان بيخافوا منه. بتزعل اخته وبتدخل لامه بتقول لها ان اخوها عاوز يجوزها لاي حد. بينزل سيد رهبة من بيتهم بيلاقي الشباب بتلعب كوتشينة والولد ده بيحاول ينصب على اصحابه، بس اصحابه بيعترضوا فبيوريهم صورة سيد رهبة فبيقولوا له صح انت كسبت. بعدها بنلاقي صاحب القناة بيكلم المدير وبيطلب منه تقرير عن سيد رهبة، ولو ما عملش التقرير ده هيشيله من منصبه. بنلاقي خناقة في القهوة وسيد رهبة بيسأل فيه ايه، فبيقولوا له ان الراجل ده بيقعد كتير ومش بيدفع فلوس، فبيحكم ان الراجل ده يقعد براحته ويشرب اللي يعجبه والحساب يكون عند حمد الحلاق. بيدخل الراجل ده وبيقعد على الكمبيوتر وبنكتشف انه بيكلم ام سيد رهبة. بيجتمع المدير بالصحفيين اللي في الشركة وبيطلب منهم انهم لازم يعملوا تقرير مع سيد رهبة، وبيقول لهم ان محدش قادر يعمل التقرير ده مع سيد رهبة. بنلاقي البنت اللي جات له قبل كده وطلبت تشتغل صحفية عنده وهو رفض، دخلت وقالت له انا ممكن اعمل التقرير ده، فبيقول لها انها تروح لسيد رهبة في حتة اسمها مصنع الكراسي وتعمل معاه التقرير، ولو عملته هيعينها في القناة. بنلاقي اخت سيد رهبة واقفة بتغني وصوتها وحش قوي، وفي واحد من اللي قاعدين بيعترض وبيقول للجرسون ان صوتها وحش فبيقول له دي اخت سيد رهبة، فبيضطر انه يسمعها ويقعد ساكت. بيكون قاعد سيد رهبة مع اللي شغالين معاه بيلعبوا كوتشينة وبيجوله خبر ان واحد من رجالته بيتخانق فبيطلع عشان يروح. بتوصل المذيعة اللي هتعمل لقاء مع سيد رهبة وبتسأل الناس فين مصنع الكراسي وعاوزين المعلم سيد رهبة. بيقولوا لهم ان المعلم سيد رهبة بيلم رجالته عشان عنده خناقة. بيوصلوا فعلا وبنلاقي المعلم حوت ضارب رجالة سيد ومكتفهم. بيبدأوا يصوروا وبيجي سيد رهبة بالرجالة، بتبدأ الخناقة مع بعض وبيضرب سيد رهبة المعلم حوت وبياخد السيف وبيضربه وبيقطع له ايده، وكل ده المذيع بتصوره. بيقلع المعلم حوت الكوتشي بتاعه وبيرميه على سيد رهبة وبيجي في وشه وبيقع سيد رهبة. اخته بتكون لسه بتغني وبيدخل ولد بيقول في الميكروفون ان سيد رهبة انضرب، فالناس كلها بتجري من المكان عشان تروح تشوفه. وبنلاقي رجالة المعلم رهبة بيشيلوه عشان يروحوه بس بيشوفوا اللي بيصورهم فبيرموا المعلم سيد وبيجروا وراهم عشان ياخدوا الكاميرا. بيروحوا المعلم على البيت وبيجيبوا دكتورة تكشف عليه، واخته كمان بتوصل بس بتقول لهم انها مش دكتورة بس ممكن تساعدهم انه يفوق. بنلاقي الناس كلها متجمعة تحت بيته ومش مصدقين اللي حصل، واللي بيقولوا انه خبطوا قطر بس هو سليم، واللي بيقولوا انه وقع من الدور العاشر. بعدها خاله بيجي وبيعرف اللي حصل وبيقول لهم انها هتبقى كارثة لو الناس عرفت والناس هتقل منهم جامد،
بيطلع خاله للناس عشان يحل المشكلة وبيطمن الناس على المعلم سيد وانه بخير وزي الفل، والناس بتفرح انه بخير. بنلاقي بعد كده المعلم حوت هو كمان بيتعالج والدكتور عنده، والدكتور بيقول له انه ركب له ايد، بس بنكتشف انها ايد قرصان اصلا. بيصحى المعلم سيد رهبة وبيفوق وبيلاقي اخته نايمة، فبيقوم يغطيها. بيقف قدام المراية وبيفتكر كل حاجة حصلت، وبيفتكر ضرب النار والخناقة مع المعلم حوت. بنلاقي رجالة المعلم سيد قاعدين وخايفين ان المعلم يحصل له حاجة، لان الحارة عندهم هتنتقم منهم على اللي عملوه فيهم. اخته بتصحى وبتتفاجئ ان سيد قام بالسلامة، بس بنلاقيه حلق شنبه. بتنادي لامها وبتقول لها ان سيد بقى كويس، بس امه بتتخض انه حلق شنبه. وبيلاقوه بيتكلم كلام غريب بالنسبه لهم، وانه عاوز يصالح خالته، وانه بيحب الناس وفرحان وعاوز يفرح الكل معاه. اخته بتستغرب كلامه وبتطلع البلكونه تنادي على رجالته عشان يجوا يشوفوه. بيطلع لهم في البلكونه وبيشوفوه وبيتخضوا انه حلق شنبه. بعدها بيدخلوا عليه الاوضه وبيلاقوه بيصلي، فامه بتاخد اخته بره وبتسيبه مع رجالته. بيقولوا له انهم شايفينه صغر 20 سنه علشان حلق شنبه. ما بيزعلش منهم، فبيقولوا له لو قلنا ان شكلك اهبل هتعمل ايه؟ قال لهم بيس عادي مش هزعل منكم. بس بيقولوا للمعلم انهم عاملين له مفاجأة. بياخدوه بينزلوا المكان بتاعهم وبنلاقيهم خاطفين الاتنين اللي كانوا بيصوروهم في الخناقة، المذيعة والمصور صاحبها. فبيسألهم سيد بيقول لهم مين دول؟ بيقولوا له ان دول صحفيين وكانوا بيصوروا الخناقة. فبيقول لهم عادي ويشوفوا شغلهم، وقالوا له دي تعليماتك انت اللي قلت كده. قال لهم لا وراح عشان يفكهم. بعد ما فكهم رجالته شكوا فيه انه مش المعلم سيد، فقالوا له يوروا له صبع رجله الصغير مقطوع ولا لا. بعد كده بيتضايق انهم شكوا فيه، وبتحصل لحظه مؤثره بينهم. بعد كده المعلم حوت بيعرف اللي حصل لسيد رهبة من الرجاله بتاعته، فبيقول لهم يجمعوا كبارات الاماكن اللي جنبهم عشان يقعد معاهم ويحكي لهم اللي بيحصل لسيد. بنلاقي سيد قاعد مع خاله بيتكلموا، فسيد بيقول له حضرتك يا خاله. فلما سمع كده خاف منه من اللي بيحصل وقام قعد مع العيله. وبتكون المذيعة وصاحبها قاعدين معاهم. المذيعة بتبحث عن حل لمشكلة سيد أو تفسير للي حصل له، وفعلا بتلاقي تفسير. وبتقول إنه لما انضرب على دماغه الجزء الإجرامي اللي في دماغه مات. أخته وأمه والعيلة كلها بتزعل إنه مش هيرجع رهبة تاني. المذيعة بتقول لهم فكرة حلوة عشان يخلوا الناس ما تشكش وتفتكر إن المعلم سيد رهبة لسه موجود زي ما هو متغيرش. بتقول لهم انهم يمثلوا ان هم بيرقصوا والمعلم سيد يدخل يزعق ويضرب، ويصوروا كل ده وينشروه، والناس هتتاكد ان المعلم سيد رهبة لسه بخير زي ما هو. بتروح المذيعة البيت وبتلاقي ابوها نايم، فبتصحيه وبيقول لها انه كان قلقان عليها وانه ما خدش الدواء بتاعه، بس بتوعده انها مش تعمل كده تاني وكانت سهرانه على مقال مهم. بيتمشى سيد رهبة مع اخته وبيقول لها انه حاسس انه اول مره يجي المكان ده، وما كانش بيجي هنا الا عشان يثبت الناس بس. بعدها بنتعرف على شخصيه مفيده، فاخته سيد بتتمشى معاها وسيد بيقول لها انه هيروح ياكل حلبس، وبنعرف ان مفيده دي شخصيه بتعمل فيديوهات على التيك توك. اخت سيد بتقول لها انه مش كويس وان عنده حاله نفسيه، وبتطلب منها تاخده تسهره في مكان هادي يمكن يرجع تاني زي الاول. بعد كده بنلاقي المعلم حوت قاعد مع رجالته، وبنعرف انهم بعتوا رجاله عشان يخلصوا على سيد رهبة. المذيعه بتروح بالفيديوهات اللي صورتها توريها لرئيسها، بس مش بيعجبه وبيحس انه فعلا تمثيل وان ده مش سيد رهبة الحقيقي، وبيديلها فرصه تانية انها تروح تعمل تقرير حقيقي. بعدها بنلاقي عيله سيد رهبة راكبين عربيه خاله ورايحين الكافيه لسيد، فبيكتشفوا ان سيد ومفيده اتجوزوا بعض. واخته بتقول لها انت ليه عملت كده؟ وسالت اخوها، فقال لها كانت عاوزه مني حاجات ما ينفعش اعملها الا في الحلال فاتجوزتها. بيقولوا له انه يطلقها بس بيقول لهم مش هينفع، وبيعرفوا ان العصمه في ايدها، وبتقول لهم انها عاوزه 300,000 جنيه مؤخر، بس رجاله رهبة بيتصرفوا وبيخلوها تطلق رهبة، وبيتأثر قوي باللحظات دي. بيرجعوا تاني ابو تامر ومشاعر ام سيد رهبة بيتكلموا، وبيطلب منها انهم يخرجوا وبتوافق على طول، وبيتفقوا يتقابلوا في مكان شاعري، والمكان ده هو جنينة الحيوانات. بعد كده بنشوف تخيلات ملزقة أوي لرقصتهم سوا، وأم سيد بتفوق من التخيلات دي لما بنتها بتيجي. بنتها بتقول لها إن المعلمين الكبار بتوع المناطق اللي جنبهم عاوزين يقابلوا سيد، فبتتخض وبتقول ازاي هقابلهم هو كده، بس بتقول لها إنه في فكرة هيعملوها. بعدها بيتعمل حفلة كبيرة من المعلم سيد رهبة، وبيجي أول معلم هو سعفان خط الصعيد، وبيجي بعده المعلم فرغة والمعلم هشيمة والمعلم عنتر. بيتجمعوا، واخته بتبدأ تملي الكلام لسيد عشان يقوله لهم عشان يبان بشخصيته. بعدها بيعملوا تمثيلية عليهم ان واحد شغال مع السيد دخل وكلمه من غير استئذان، فسيد رهبة بيقتله، فبيتخضوا كل المعلمين الموجودين. بيدخل واحد بعدها بشوية يحسده، فبيضربوا ويقتلوا برضه. بيخافوا كل المعلمين الموجودين وبيقولوا ان المعلم حوت هيوديهم في داهية، وبيجروا وبيهربوا. بيتقابلوا ابو تامر وام سيد رهبة، وبتقول له ليه ما راحوش جنينة الحيوانات،
بس التذاكر طلعت غالية فأخدها وقعدوا في سفينة على الشط، وبتقوله انه يجي يتقدم لها بس هو خايف من سيد، بس بتقوله انه يجي يتقدم وما يخافش وسيد هيوافق. سيد بيكون قاعد يسمع التلفزيون والمذيعة بتيجي وبتقول لهم ان المدير موافقش على التقرير ده لان ده مش كلام ومعاملة بلطجي. فالمذيعة بتقول فكرة ان سيد فقد الاجرام لما الجزمة خبطته، فقالت لو خبطناه تاني الاجرام هيرجع له تاني، فبيربطوه وبيقعدوا يرموا عليه جزاء عشان تيجي في دماغه ويرجع مجرم تاني. بس بتفشل المحاولات دي كلها. المذيعة بتطلع بره بتعيط، فبيطلع وراها وبتقوله انها زعلانة انها فشلت تعمل التقرير عنه بس مبسوطة انه بقى كويس ومش بلطجي. الباب بيخبط وبيجي ابو تامر عشان يتقدم لأم سيد، واول لما بيقعدوا الكهرباء بتقطع وبيطلب ايد مشاعر ام سيد. بيخرج سيد مع رانيا المذيعة وبتحكي له انها مش هتتعين في القناة علشان التقرير ده، بس بيوعدها انه هيساعدها تعمله. بيجيلها تليفون وبتعرف ان باباها تعبان، فبيروح معاها وبيشيل باباها وبيروح المستشفى، بس بيرفضوا ان باباها يدخل المستشفى لما يدفع 900,000 جنيه. بس رانيا وسيد مش بيكون معاهم المبلغ ده. بيضرب سيد رهبة الامن وبيدخل يثبت الموظف عشان يخلي باباها يتعمل له غسيل الكلى. بينجح انه يخلي باباها يدخل المستشفى. بيطلع مدير القناة باعت واحدة تراقب رانيا وسيد، وعرفوا انه سيد ثبت المستشفى وطلب هارد عليه فيديوهات الكاميرات اللي صورت كل ده. بياخدوا الفيديو بتاع السيد رهبة وبيقولوا انه هينشره عنده في القناة، بس رانيا بتيجي وبيقول لها انه مبسوط بيها وباللي عملته، بس بتقوله ان التقرير اللي متصور ده مش هيتعرض لانه كان بيساعدها فعلا، بس بتلاقيها يعرضه بجد. فبتضحك وبتقوله انها كانت بتهزر وهي اللي مثلت كل ده عشان تصوره، فتطمن لها وادالها الهارد عشان يعرضوه، بس بتاخد الهارد وبتكسره. فبيروح يضربها. بعد كده بنلاقي سيد رهبة بيكسر الباب وبيدخل ياخدها ويمشي. بنلاقي بعد كده المعلم حوت خطف كل اهل سيد وربطهم. بعد كده بيطلع يتمشى مع رانيا ويتكلم معاها، بس الولد بيجي بيقوله ان اهله كلهم مخطوفين ورهاين. بيروح بسرعة يركب عربيته وبيدخل المكان ده وبيفكهم. بيدخل المعلم حوت ورجالته ويبدأوا يتخانقوا، فرجالة سيد بيضربوا رجالة المعلم حوت. كل ده المذيعة بتكون بتصوره وبتبين قد ايه سيد رهبة اتغير. كمان المعلم حوت ما ضربهوش وقال له انا هستناك لما اخلاقك تتغير وهنتخانق. وبتبعت التقرير ده لمدير القناة وبتقوله ده اللي اقدر اقدمه. وبيحتفلوا بجواز ابو تامر وام سيد رهبة، واخت سيد بتتجوز دراع المعلم حوت اليمين. وبيلم الناس اللي كان ظالمها وبيعتذر لها. بيقف مع رانيا وبيلاقي الولد جه بيقول له كلم. بنلاقي مفيدة اللي كان متجوزها ومعاها محامي وعاوزة 300,000 جنيه المؤخر، وبتقوله لو رجع اتجوزها مش عاوزة منه حاجة، بس بيقول لها انه حب واحدة تانية خلاص. فبتتغاظ مفيدة وبترمي عليه الجزمة، بس بيوسع وبتيجي في وش رانيا. بتتحول لشخصية شريرة عكس اللي حصل لسيد رهبة، وبتمسك مفيدة والمحامي بتضربه. وبنتعلم القانون الأول، اوعى تكسر قلب المعلمة رانيا. وبيخلص الفيلم على كده. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده. شكرا.